بعد الفيديو ده اتحداك لو ما قمتش عملت قطايف دلوقتي. انت متخيل ان انت هتعمل الكميه دي في البيت بمكونات بسيطه جدا؟ هات كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، كوبايه ميه، ونص كوبايه نشا، وانزل بكل المكونات دي في الخلاط، ونضيف قطعتين سمنه بلدي، واضرب كل ده في الخلاط مع معلقه سكر ونص معلقه ملح، وضيف نص معلقه بيكنج باودر، ولو العجينه يابسه زودها شويه لبن مع معلقه خميره فوريه، واضرب كل ده في الخلاط وصفيه كويس، وهات اي حاجه عندك نفضي فيها العجينه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنسيبها ترتاح شوية. يلا نجهز عسل القطايف. نجيب حاجة نحط فيها كوباية سكر، كوباية مية، ونسيبه يغلي من غير ما نحركه خالص. وأول ما يبدأ يغلي كده نزود عصرة ليمون ومعلقة فانيليا، وقلب بقى آخر تقليبة وسيبه يبرد. وبكده ما شاء الله يبقى معاك أحلى عسل. انزل بقى بطاسة سخنة بالخليط اللي احنا عملناه، وأول ما تطلع معاك عاد كده يبقى استوت من تحت. ما شاء الله، كوبايتين دقيق بيعملوا كمية محترمة جدا. ما شاء الله ما شاء الله، صبحة وجميلة ومية مية، أحلى من اللي بتشتريها من الشارع، وهتعملها بإيدك وكل حاجة مضمونة 100%. يلا بينا بقى نجهز القطايف. هنجيب شوية مكسرات، أي حاجة انتوا بتحبوها، ونبدأ نحطهم جوه ونقفل العجينة كويس. تضغط عليها من بره زي ما انت شايف كده، تضغط جامد علشان ما تفتحش معاك بعد التسوية. وبألف هنا وشفا على قلوب كده، ما شاء الله تحفة. ترفع بقى شوية زيت في طاسة سخنة على النار، ويلا بينا ننزل بيهم بأحلى قطايف وبألف هنا وشفا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحفة تحفة، مقرمشة بقى من بره ومن جوه دايبة دوب. بألف هنا وشفا. انزل بيهم بقى على العسل، وقلب التقليبة اللذيذة، وانزل بيهم على طبق تاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين اللون والحلاوة؟ مش عايز اقول لكم بقى الطعم في حتة تانية. ديها بقى رشة جوز هند من فوق، ودوق وادعيلي. بسم الله. تحفة تحفة. يا بابا. مم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.